مباراة مثيرة نجح الزمالك في خطف بطاقة العبور نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته أمام الوداد البيضاوي بهدفين مقابل 5 في إياب نصف النهائي. في عام 2002 ابتعد الزمالك عن الوداد البيضاوي ب4 ألقاب في دوري الأبطال، وفي برج العرب ابتعد عنه ب4 أهداف قلص بها حظوظا انتظرها الوداديون 5 سنوات من أجل محاولة جديدة لرفع حصيلتهم إلى كأسين بدلا من واحدة. وداد الأمة استعان بمنقذ أملا في أن يجد فيه ما افتقده توشاك. محمد سهيل كان يعلم أن عصاه السحرية ستقتصر على خلق روح معنوية وبعض من اللمسات الفنية. 12 دقيقة مرت والليبيري ويليام جيبور أيقظ أملا نام لدى جماهير الوداد بعد رباعية الذهاب. مناصرون ارتحلوا من الدار البيضاء نحو العاصمة الرباط وكأنها الثقة في أن رأسية قادمة من إسماعيل الحداد لتجعل الفارق هدفين فقط. صهير فرسان بيض قادموا من مصر لإكمال نصف بطاقة النهائي التي في أيديهم ظهر في وقت أرادوا فيه قتل النهضة الودادية. هجمة مرتدة ختمها باسم مرسي في الشباك، هدفا أولا للزمالك وخامسا في مجموع المواجهتين. السهيل لم ييأس بعد، صراخه جاء بنتيجة جسدها جيبور بهدف ثالث وضع فيه الحمل على السهيل نفسه في شوط المدربين. مخزون المعنويات لدى أصحاب الأرض بدأ ممتلئا بما أنتجه اللاعبون في النصف الأول، وتعليمات الفرنسي سيباستيان لفابريس أونداما لم تذهب هباء. الكونغولي تكافل في أن يضيف اسمه لقائمة هدافي الموقعة وفي أن يشعل حماس المدرب والمدير الفني على السواء. الوداديون لا ينظرون للوقت بقدر اهتمامهم بأرقام المواجهتين. تسديدة من صاحب الهدف الثاني جاءت بركلة جزاء، لا يتردد أونداما في أن يتولى تنفيذها ويسهل المهمة التي كانت شبه مستحيلة بعض الشيء. وفي خضم بحث الفريق المغربي عن هدف التأهل ترك مناطقه الخلفية مشرعة أمام مهاجم الزمالك. هجمة واحدة كانت كافية لكي يجعل ستانلي خروج الوداد مشرفا في موقعة ربما ستبقى محفورة في تاريخ النادي رغم مأساتها. أما الزمالك فلم يتبقى لديه الكثير لكي يصبح وحيدا في وصافة الأهلي في عدد البطولات. ونتحول وإياكم مشاهدينا مباشرة إلى شوارع القاهرة حيث انطلقت احتفالات جمهور نادي الزمالك هناك بعد هذه المباراة الصعبة والمثيرة. هذه الجماهير عاشت لحظات عصيبة خلال مجريات هذه المباراة بعد أن انتهت بنتيجتها النهائية ب5 أهداف مقابل هدفين لنادي الزمالك بعد أن كان قد انتهى لقاء الذهاب بين هذين الفريقين بفوز الفريق المصري برباعية بيضاء لتجد هذه الجماهير فريقها إذن يتأهل إلى المباراة النهائية.